بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات مع وصفة جديدة لطرونش باتيسري أحسن من تاع المحلات، جدا اقتصادي. 2 حبات بيض حضري بهم 6 حبات روعة بمقادير موجودة تقريبا في كل بيت. ما نطولش عليكم ونبدأ بسم الله على بركة الله. هنا عندي المقادير كالتالي. الوصفة لنهار اليوم راح تكون بالملعقة. صاي عندي 2 حبات بيض خرجتهم ساعة قبل من الثلاجة. عندي 6 مغارف فرينة، ضيفوا لها 6 مغارف سكر، 6 مغارف ماء، 6 مغارف زيت، رشة ملح، نصف ملعقة صغيرة ممسوحة خميرة كيميائية تاع الكاطو يعني، وملعقة صغيرة مملوءة فانيليا. والأهم من هادو كامل هو الميكسو، مستحلب الحلويات أو محسن الجينواز، راح ناخد منه نصف ملعقة كبيرة. ونروح نبداو بسم الله. نحطوا البيض، كنت خرجتهم ساعة من قبل كما قلت لكم من الثلاجة. نضيفوا له ملح خمارة لافاني، وهذه الملعقة نورمالمون كامل عندكم في الدار، راح نعبروا بها المكونات الأخرى. ونروح نحطوا كلش مع بعض، نبداو بالفارينة ولا بالسكر ما يهمش، كلش راح يتخلط لأنه المحسن هو اللي راح يعدل لنا في الخليط. نجو نحطوا 6 مغارف كبار فرينة، ونزيد عليهم 6 مغارف سكر، و6 مغارف ماء، و6 مغارف زيت. كما قلت في الفيديو السابق اللي راح نحط لكم في آخر الفيديو كل أسرار نجاح الباتيسري، اللي واحد منهم هو المحسن، أما الثاني هو الباتور الخلاط الكهربائي، بلا بيه ما راحش تنجح معاكم هذا الوصفة صحة. ونروح نخلطوا هاد المكونات ونضربهم مليح حتى يولي الخليط أبيض ويضاعف الحجم تاعو، حوالي 5-6 دقائق وحنا نخلطوا فيه. ونروحوا نفرشوا البابي كويسون ورق الطبخ في الصينية. عندي هنا الصينية تاعي 30 على 40، ونسقموه مليح هذاك الورق لأنه هو المكون الأساسي الثالث. لو كان نحطوا الخليط مباشرة على الصينية راح تلصق معاك الجينواز. ونروح نفرغوا الخليط تاعنا ونحاولوا نمشوه كامل، بالأول في الزوايا من بعد في الوسط، ونحاولوا يكون السطح مستوي. وندخلوه للفرن يكون مسخن من قبل. نشعلوا ليه النار من الأسفل، نار قليلة، كي نشوفوا نشف السطح تاعو وحمار من الجوانب نطفوا عليه من الأسفل ونشعلوا عليه من الأعلى نار قليلة يحمر وياخذ هذاك اللون الذهبي ونخرجوه. وهو هكذاك سخون نروحوا ننزعوا الورق من الأطراف، حاولوا كيفاش ما تخسروهش، ونحطوا ورق طبخ فوقه ونقلبوه ونقلعوا منه هذيك الورقة، ونعاودوا نرجعوا نقلبوه ونغطوه بطرشون ونخلوه يبرد تماما. ونروحوا نحضروا كريمة الشونتيي. عندي هنا كيلة أو كاس غبرة شونتيي تقابلها كيلة أو كاس ماء مثلج، ماء مقلاصي. لاستيس هنا باش تجينا شادة روحها حتى لو كانت الماركة تاعها مش مليحة، هي نحطوا نصف كمية الماء مع الكاس تاع الشونتيي ونضربه بالباتر، وكل ما تشد روحها نضيف لها ملعقة تاع ماء المتبقية حتى نتحصلوا على القوام اللي نحتاجوه باش نخدموا لي طرونش تاعنا. ونجو هنا للمونتاج. نجيب هنا عندي الورقة تاع الجينواز بعد ما بردت تماما، نقسمها إلى 3 قطع متساوية، وانتم تقدروا تزيدوا تخدموا 3 أوراق باش تعطيكم كمية كبيرة يعني. ونروحوا ناخدو وحدة من هادوك للجينواز. وهنا كان زايد لي سيرو من الكيكة اللي درتها من قبل، بصح تقدروا تخدموه كاس سكر مع 2 كيسان ماء، نديروهم فوق النار كي يبداو يغلوا، نحسبوا لهم 5 دقائق ونطفوا عليهم. وكما تقدروا ديروا الذوق اللي تحبوه. المهم نروح نشرب قاع الجينواز تاعي ونحط لها مغرفة كبيرة من كريمة الشونتيي ونوزعها على كامل السطح بالتساوي. ونجي نحط الطبقة الثانية وبنفس الطريقة حتى نكملوا قاع الطبقات، ونسيو نملسوها مليح في الطبقة الأخيرة. ونروح نحطها على الأقل نصف ساعة تشد روحها مليح في المجمد باش نجي نقطعها ونزينها. وهنا بعد ما شدت روحها مليح نجي نقطعها، نجي نقلع لها كاع الأطراف تاعها، ولازم يكون الموس تاع المنشار نحطوه في الماء يكون سخون ونمسحوه باش نقطعو. الحاجة الأولى باش يجي ساهل في التقطع، والثانية باش تجيك القطع مفينية مليح. وهنا جيت قطعتهم إلى 6 قطع تاع لي طرونش كبار. وكما شفتوا كل ما نقطع خطرة نروح نغسل الموس ونمسحه باش نرجع نقطع. وعندي هنا جيت زينتهم دي غوزاس مع شرائح تاع التفاح اللي كنت غطستهم في لاجولي باش ما يكحالوش معايا. اما هذوك لي شوت اللي بقاو لي رحت جبت 2 تاع ليفيرين ورحت درت طبقة من لي شوت، طبقة من قطع التفاح، رشيتهم بملعقة من الكاوكاو محمص ومطحون، وزدت طبقة تاع لي شوت رشيتهم تانيت بالكاوكاو ولا بأي شيء يكون موجود عندكم اللي تقدروا تحطوه، بنان فرازن موجود. ورحت حطيت لهم طبقة أخيرة من الكريمة، زينتهم تزيين بسيط ب2 شرائح تاع التفاح،
وهذه هي النتيجة النهائية. صدقوني لو كانت تجربوها مستحيل تستغناو عليها، والوصفة ناجحة 1,000,000%. وعلى ضمانتي مع انتم تحبوا الاقتصاديين ما فيش لي طرونش باتيسري اقتصاديين من هذه الوصفة. نتمنى الوصفة عجبتكم لنهار اليوم، جربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش بالجيم والبارطاج. وسلام.